السلام عليكم متابعينا، رجعنا لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي كبة الجريش. أتمنى بالبداية تشتركون بالقناة ويلا نبدأ بالمقادير. المقادير عبارة عن كوبين جريش مع 1 كوب ماء مع ملعقة صغيرة كركم ويا ملح، وتبدون بوضع الجريش 2 كوب مع الماء ويبدأ العجن. طبعا تتأكدون انه يكون الجريش ناعم وتعجنوها بطريقة عادية، بعدها تتركوها ترتاح وتتأكدون انه تكون العجينة بهذا القوام اللي دا تشوفوه، ومن بعدها راح ننتقل لمرحلة اللف. اللف أهم شغلة الحشوة ما تكون كلش بيها مي هواية ولا تكون كلش جافة، والحشوة عبارة عن لحم مثروم وبصل ومعدنوس أو كرفس وفلفل أسود وملح، وتشوحوهم على النار لحد ما توصلون للاستواء المطلوب. بعدها تبدون تلفون الكبة لحد ما توصلون لهذا الشكل، وتحضرون الصوص اللي هو عبارة عن معجون طماطة، شوية شعرية ومي، وياها ماجي والبهارات اللي انتو تحبوها، وشوية فلفل أسود، وراح تلقون النتيجة إن شاء الله بهاي الصورة. وأتمنى تعجبكم، ولا تنسون تشتركون بالقناة، ونلقاكم في فيديو جديد.